جماهيرك وتبشر السعاد. روسنا واحنا جماهيرك وتبشر السعاد. يا الاخضر يلي ما تعرف المستحيل، علم بلادك في يمينك يا اصيل، الكبير كبير. إني أرى نسخة مونديال روسيا قد أينعت وحان قطافها. عند 48 كان موعد انطلاق صافرة الحكم، ومعها انطلقت صقور جائعة، فتية يافعة مدربة بارعة، صالت وجالت في الدور تنشد الهدف لكنها تتحين الفرصة. من هجمة منسقة مدروسة مرتبة انطلق صقر 18 صوب الهدف، وتبعه صقر 8. هذا الأخير نجح للوصول للهدف لكنه لم يحسن تخطيه بالكامل، فألغى الحكم المحاولة. عادت بعدها الصقور لأوكارها لكن بعزيمة أقوى ذي قبل. صفر الحكم مؤذنا ببداية رحلة الصيد الثانية، وهذه المرة اتفقت الصقور ألا تعود بدون الهدف. لم تكن أسود الرافدين جريحة، ولكن ذنبها أن خصمها يأتيها من السماء، يملك المدرج والجمهور وجميع زوايا الفناء. ومن هجمة منسقة مدروسة مرتبة تجلى مرة أخرى الصقر 8 يحيى، فأحيا آمال جيل لم يذق في يوم أبدا طعم المونديال. من رشفة واحدة تأكدت الصقور اليافعة أن الأسود لن تهرب بالفريسة، فأتعبتها وأنهكتها، ثم بعد ذلك أجهزت عليها، وعندها صفر الحكم وصفق الحضور، وابتسم أخيرا الصياد مارفك. إني أرى نسخة مونديال روسيا قد أينعت وحان قطافها. يا الصقور الخضر يا فخر البلاد، حلم العرب قلب الشعب دوم وابد، طول عمرك وانت رافع روسنا واحنا جماهيرك طالت الغيبة والمنتظر مل من الصبر، ودنا للمونديال نشد رحالها. اليوم يومك يا بطل، وش تنتظر؟ قدها انتم والله قدها يا رجالها. ورونا فعايلكم بسام راي الخطر، والأندية أنتم خيرة عيالها. ما يليق الوضع وأنتم نسل الصقر، أنتم كفو والجوهرة أبرقت خيالها. تكفون وتكفى ما تقال إلا للي يقول ويقتدر. الليلة ليلتكم والمونديال نادى خيالها. يا الصقور الخضر يا فخر البلاد، من ما يكون يلزم يجيب الهدف، ما فماش كلام. هذه هي الكرة الأولى، عبد اللطيف رائع، بدر مولد يعدي، هذه كرة التسويق، جول يا الصقور الخضر يا فخر البلاد، العالم وتلعبها ضد خطوات قويه واللي تشاهدها حلم العرب قلب الشعب دوم وابد، بكل الإدارة. طول عمرك وانت رافع روسنا واحنا جماهيرك وتبشر السعاد. روسنا واحنا جماهيرك وتبشر السعاد.